بتبدأ قصتنا ببطلنا جانج وهو واقف قدام قصر ومعاه 2 من الحراس. بيتكلم واحد من الحراس لجانج وبيعرفه ان هو لو دخل جوه القصر ده ما يخرجش منه غير بعد ساعة كاملة. واول لما جانج بيدخل القصر بيلاقي اشعارات من النظام بتعرفه ان عمره بيزيد سنة كل ثانية. المهم بيعرفنا بطلنا جانج بعد كده عن نفسه وبيقول ان اسمه يبقى جانج تشان وان هو وصل للعالم ده قبل شهرين وان جاله نظام بيزيد من عمره سنة كل ثانية. وكمان بنعرف انه اذا جسمه ما اتدمرش نهائيا يعني اتنسف وتحول لرماد هيقدر يرجع تاني للحياة. يعني تقدروا تقولوا كده تقريبا عليه ما بيموتش عامل زي ديد بول. بس جانج بيقول ان القدرة بتاعته ديت هي ولا حاجة حرفيا في العالم اللي هو فيه ده، لان هو مرة شاف مقاتل شيطاني معدي من قدامه كده دمر مدينة كاملة بصباع رجله الصغير وان كل حاجة حرفيا في المدينة اتحولت لرماد. بعد كده بيكون وصل عند بنت قدام المراية وبيقول في نفسه انه اترفض من دخول 12 طائفة وان دي اخر حل بالنسبة له، والحل ده هو ان هو يفضل في الأوضة ديت مع البنت دي لمدة ساعة واحدة بس، لان ده شرط دخول طائفة لوتشيان انه يفضل مع البنت ديت لمدة ساعة. وبينده على البنت بعد كده علشان يعرفها انه وصل. بس اللي كان مستغرب منه ان الحارس اللي بره كان معرفه ان البنت ديت مريضة، بس لما بيبص لها كده ما بيلاقيهاش مريضة خالص وشكلها طبيعي. المهم البنت ديت بتقطع تفكيره وبتطلب منه يقرب منها، وفعلا جانج بيقرب منها. بعد ما بيقرب منها بتقوم سألها كده وهي عمالة بتتوغل اذا كانت شكلها جميل. فطبعا هنا جانج بيطلع روح السمب اللي جواه وبيقعد يطبل لها بيعرفها ان هي جميلة وما شافش حد اجمل منها. بس فجأة البنت ديت بتقلب على وشها التاني وعلى طول بتوري جانج لسانها الطويل اللي عامل زي لسان التعبان. وبتقوم سأله جانج مرة تانية لو كانت دلوقتي جميلة ولا لا، وهي عمالة بتضحك ضحكة شريرة علشان تخوف جانج. بس جانج كان واقف ومش مبالي اصلا ومش مهتم بالموقف اللي هو فيه ده. لما البنت ديت بتلاقي جانج مش بيرد عليها بترجع تسأله مرة تانية لو كان شايفها جميلة ولا لا. وهنا جانج اخر ما زهق منها راح مطلع المقص وقطع لسانها ولا كأنه بيقطع ورقة، وده خلاها تتفاجئ من اللي جانج عمله وما بتبقاش عارفة تعمل ايه. وبالنسبة لجانج فهو بيبتسم لها ابتسامة عريضة كده وبيقول لها ان هي دلوقتي بقت جميلة جدا. وهي بتقوم قايله لجانج وهي متعصبه كده ازاي يجيله الجرأه يعمل فيها كده. فهنا بيبدا جانج يعتذر لها في نفس اللحظه، وده خلاها مستغربه ومش عارفه تعمل ايه مع المعتوه ده. بالنسبه لجانج فهو كان عمال بيقول في نفسه ان شكله كده امره انتهى خلاص، لانه حاسس كده ان البنت ديت شكلها شريره جدا. والبنت فعلا بتقول لجانج ان اسفه ما يلزمهاش وهتعرض عليه دلوقتي طريقتين من الموت وهو يختار طريقه منهم. الطريقه الاولى ان هي تقطع قلبه من جسمه، والطريقه الثانيه ان هي تمتص قوه حياته. فعلى طول جانج بيختار ان هي تمتص قوه حياته وهو عمال بيقول في نفسه ان عمره كان بيزيد سنة كل ثانية، فلو امتصت حياته ممكن اخيرا يموت زي ما هو كان نفسه. وده خلاها مستغربة من سهولة التعامل مع جانج لانها كانت بتحسب ان هو هيقاوم اكتر من كده. وبعد كده جانج بيقطع تفكيرها ده وبيطلب منها ان هي تمتص طاقة حياته. المهم بتتفاجئ البنت ديت لما بتشوف جانج بيحاول يقلع هدومه وبتفضل تقول عليه ان هو متحرش. بس جانج بيعرفها ان هو اكلينيكيا يعني علشان تقدر تمتص قوة حياته لازم يقلع هدومه، بس هي بتعرفه انه مش لازم وهي بس هتسحب طاقة حياته. المهم بعد النقاش ده بيقوم جانج رافع ايديه علشان يسيبها تمتص طاقته، وبالنسبه لها فهي بتجهز التعويذه بتاعتها علشان تمتص طاقه جانج. طبعا طول ما هي عماله بتمتص في طاقته كانت مستمتعه جدا وكانت برضه متفاجئه من كميه الطاقه اللي جانج بيمتلكها. المهم بعد كده بتزهق الست ديت من امتصاص طاقه جانج، بس جانج بيقطع تفكيرها وبيقول لها وهو عمال بيتاوب كده ان هو زهق وحاسس ان الموضوع ده ممل، فبيطلب منها ان هي تمتص طاقته بسرعه. بس هي بتنصدم لما بتلاقي انها امتصت 30 سنه من عمره وهو واقف ولا كانه حصل اي حاجه. لا وكمان هي حاسه انها امتصت 30 ثانيه بس من حياته، بس في الحقيقه عزيزي المشاهد ان هي فعلا امتصت 30 ثانيه بالنسبه لجانج لان سنين حياته بتزيد سنه في الثانيه. فبالفعل بالنسبه لجانج كانها امتصت 30 ثانيه من حياته بس. المهم هنا هي بتتعصب اكتر وبتقرر انها تستخدم تعويذه اكثر قوه علشان تمتص طاقته بسرعه، وبعد شويه بتكون امتصت 60 سنه من حياه جانج، وده خلاها تعبانه جدا لانها عمرها ما سحبت كميه الطاقه ديت من حد قبل كده. بالنسبه لجانج فهو كان واقع على الارض وما كانش بيتحرك. فهنا البنت ديت اعتقدت ان كده جانج مات وبتقول في نفسها ان هي حاسه شويه بالتعب فعايزه ترتاح. بس بتتفاجئ لما بتلاقي ان هي سمع صوت جانج وهو نايم وعمال بيشخر، فعلشان كده بدات تعتقد ان جانج مستحيل يكون انسان لان هي شايفه دلوقتي جانج نايم قدامها على الارض ولا كانها سحبت دقيقه من حياته. وطبعا هي هنا مصدومه جدا وبتقول ازاي جانج لسه عايش بعد كل الطاقه اللي امتصتها منه. يا عزيزي المشاهد لازم تصفي النية وانت بتسمع الكلام. المهم هي بترجع تكمل كلامها وبتقول ان جانج بيبص لها باستخفاف لدرجه ان هو نام في اثناء امتصاص طاقته، فبتحاول انها تمتص طاقه اكتر من جانج وبتقول انها مش هتكون رحيمه معاه لانها كانت عايزه تمتص كل طاقته من غير ما يحس. بس بما انهم وصلوا لحد ده هي مش هترحمه وهتمتص طاقته بكل قوتها. بس حتى بعد ما بتبدا تمتص طاقه جانج بكل قوتها برضه ولا كأن حاجه حصلت. بالنسبه لجانج فهو كان نايم ومسترخي تماما وعمال بيقول في نفسه ان هي كل ما بتمتص طاقه من حياته حاسس هو براحه نفسيه
وكأنه وعيه صافي وعايز ينام، وده خلاها تتعصب اكتر وبتسحب طاقة جانج بنسبة 1000%. المهم بعد شوية كده بنلاقيها بتسأل جانج اذا كان مات ولا لا، فبتتعصب اكتر لما بتلاقي جانج لسه عايش وبرضه ما حصلوش اي حاجة. وعلشان كده لما بتلاقي ان الموضوع زاد عن حده وامتصاص الطاقة مش بيموت جانج، بتقرر انها تروح تهجم على جانج بالطاقة اللي سحبتها منه، وهي عمالة بتقول في نفسها ان جانج ما سابلهاش خيار. المهم بتمسك السيف بتاعها وبتوجهه ناحية جانج، وهي بتقول له انها هتخلص عليه علشان هو ما بيموتش من امتصاص الطاقة. بس جانج بيزعلها كده وهو بيعرفها ان ده مجرد اختبار يا ولية، بس هي بتعرفه ان هي عايزة تقسمه نصين وتشرحه كده وتعرف ايه اللي جوه جسمه علشان تشوف مصدر الطاقة بتاعه ده ما بيموتش ليه. بس فجأة بتقع على الارض بسبب ان جالها اجهاد، لانها عمرها ما سحبت كمية الطاقة ديت من حد قبل كده. وهنا بينتهز جانج الفرصة ديت علشان بيقول لها بصوت مرعب انها طالما خلصت دورها فجه دوره هو. هي طبعا كانت عمالة بترتجف على الارض انها ما كانتش قادرة تحرك جسمها، وبتهدد جانج انه لو قرب منها هتقطع راسه. بس جانج ما بيعملش الحاجة اللي هي كانت بتفكر فيها، لا بيطلع لها ورقة كده وبيقول لها تمضي عليها. وهي هنا بتستغرب وبتسأل جانج ايه الورقة ديت، لحد ما بيعرفها جانج ان هو محتاج توقيعها هنا علشان يدخل الطائفة. فبتقول وهي بتبتسم ابتسامة خبيثة كده ان من الواضح جانج بس كان عايز يدخل الطائفة مش اكتر. المهم بتقوم البنت ديت اللي اسمها شيا بالمناسبة بتقوم مديها جانج مرسوم الدخول لطائفة شيان، وبتعرف جانج ان المرسوم ده هيدخله الطائفة. بيشكرها جانج وهو بيبص على المرسوم، بيسيبها جانج وبيمشي. بس في الاثناء ديت كانت عمالة بتقول في نفسها ان جسم جانج عامل زي الادوية، وكأن دي طاقة تجسدت على شكل انسان، فمن الواضح كده انها تستفاد منه قوي بعدين، لانها بتفكر لما تخرج من المكان ده هتخرج وتعمل تجارب على جانج علشان تعمل منه ادوية وجرعات سحرية. المهم بننتقل احنا بعد كده للحارسين اللي كانوا مع جانج مستنيينه بره، وبيقول واحد منهم هو جانج بيعمل ايه جوه القصر كل ده. بيقوم صاحبه معرفه ان شيا ما بترحمش، ما بتسيبش راجل ما بتحلوش، لازم تعمل معاك جلاش وتمتص طاقته حتى الموت، وده معناه ان اكيد جانج مات. بس فجأة بيسمعوا صوت الباب اللي يقطع تفكيرهم وهو بيتفتح، لان الحارسين بيتفاجئوا هنا ان جانج قدر يخرج من غير ما يحصل له اي حاجه. بيسلم جانج عليهم وبيعرفهم ان هو خلص الاختبار وكمان معاه المرسوم من شيا. بس هنا هم كانوا متفاجئين جدا وبيسالوه هو ازاي قدر يعدي الساعه ديت من غير ما يشوف شيا، يا شيا ما كانتش جوه ولا ايه؟ بيعرفهم جانج انها راحت تستريح علشان تعبانه شويه. وبعد كده بيقوم موريهم مرسوم الدخول اللي شيا ادته ومعاه توقيع شيا كمان. لما بيشوف واحد من الحرس المرسوم بيقول ان فعلا ده خط شيا. بس ازاي قدر جانج يخرج من غير ما يموت؟ حتى اقوى راجل في القاره لما دخل عند شيا امتصت طاقته حتى الموت، فازاي جانج لسه عايش؟ ما علينا. بعد نص ساعه ماشي بنلاقي جانج وصل عند بوابه الطائف. معلومه سريعه كده عزيزي، الطائفه اللي هو عايز يدخلها ديت من اقوى 4 طوائف في العالم كله. المهم بيكون جانج واقف قدام البوابه وهو عمال بيقول ان البوابه العملاقه ديت اخيرا فتحت له، وان الطائفه ديت تستحق انها تكون من اقوى الطوائف في العالم، وان فعلا كل التضحيات اللي عملها علشان يدخل الطائفه تستحق، لان الطائفه ديت قويه جدا ومشهور. المهم في اثناء ما كان جانج داخل يجي 2 وبيوقفوه في مكان. واحد منهم بيقول لجانج ان دي تبقى طائفه شيان العظيم، الطائفه ديت للاقوياء فقط وما ينفعش حد تاني يدخلها. وبيعرفوا جانج ان هو لازم يرجع وما يدخلش هنا. بس جانج بيقوم قايل لهم بكل احترام ان هو معاه مرسوم دخول الطائفه بعد ما خلص اختبار الدخول من شويه. بس الحارس ده بيعرفه ان اختبارات الدخول انتهت من 5 سنين، وانه هيبدا يتعامل مع جانج باسلوب وحش لو ما مشاش دلوقتي، لانه مش هيصدق اي اكاذيب. وده خلى جانج يتوتر وهو عمال بيقول في نفسه هو ضحكوا عليا ولا ايه؟ فعلشان كده بيقوم مطلع لهم مرسوم الدخول اللي من شيا، والشخص ده بياخد من جانج مرسوم الدخول علشان يتاكد منه. بعد كده جانج بيتوتر شويه، علشان كده بيقوم سائل الراجل اللي قدامه لو كان المرسوم الدخول بتاعه مزيف مثلا او في مشكله. بس الشخص ده بيعرفه ان هو ما فيهوش اي حاجه وان المرسوم ده سليم. بعد كده بيساله جانج طالما كده يبقى هو يقدر يدخل الطائفه دلوقتي. الحرس فعلا بيعرفه جانج بكل احترام ان هو يقدر يدخل دلوقتي. جانج بيقوم شاكرهم وبيقوم داخل الطائفه، بس وهو رايح يدخل بيقوم الحرس موقفينه مره تانية، بيدوه المرسوم بتاعه وبيقولوا له يمشي من الطريق ده ما يدخلش من البوابه الرئيسيه. بيقوم جانج مستغرب وبيساله ليه يدخل من الطريق ده بدل ما يدخل من البوابه الرئيسيه. هنا الحارس بيعرفه ان هو لو كان عايز يدخل الطائفه يبقى لازم يروح من الطريق ده. وفي نهايه المطاف بيوافق جانج على كلامه وبيروح من الطريق اللي قال له عليه، وهو بيقول في نفسه ان هو طالما هيدخل الطائفه فما عندوش مشكله هيدخل منين طالما كده كده هيدخل الطائفه. المهم بعد ما جانج بيمشي بيقول واحد من الحراس لصاحبه ان جانج طفل غبي جدا، بس بيسال نفسه يا ترى هو حصل على المرسوم ده منين، لان الطريقه الوحيده للحصول على مرسوم الدخول ده هو عن طريق شيا في الوقت الحالي. وهنا هم بيعتقدوا
بيقولوا ان جانج سرق المرسوم ده، ما يعرفوش ان هو اخده من شيا ذات نفسها. المهم بنلاقي جانج قاعد يطلع على السلالم وباين عليه التعب، وبيقول وهو تعبان من طلوع السلم ان بقاله نص ساعه عمال بيطلع السلم الطويل ده. A few moments later. اخيرا وصل قدام باب الطائفه، وبيقول ان واضح من ضخامه الباب ان اكيد في طاقه قويه جدا هنا، بس بياخد باله من حاجه غريبه لانه بيلاقي يافطه مكتوب عليها ان ده بيت المعاقين، وما بيفهمش ده معناه ايه لحد ما بيدخل الطائفه. واول لما بيفتحها بيلاقي كميه تراب على الارض، وبيقول ان من الواضح كده المكان ده ما اتنضفش من 10 سنين. وبياخد باله بعد كده ان في اشخاص قاعدين قدام، ولما بيقرب منهم بيلاقيهم 4 عواجيز عمالين بياكلوا. فبيروح جانج وبيعرفهم ان هو تلميذ جديد في الطائفه، وبيسالهم ازاي يسجل اسمه هنا. وهنا العواجيز بيستغربوا من كلامه، فبيبطلوا اكل وبيفضلوا باصين له. بعدين بيكملوا اكل من غير ما يهتموا له. وبعد كده بيكلم واحد من العواجيز وبيعرف صحابه ان اخر واحد هيخلص اكل هو اللي هيغسل الصحون وكل حاجه. وده خلى جانج يستغرب هم ليه مش مدينه اي اهتمام، فعلشان كده بيعيد عليهم السؤال مره تانية بكل احترام، وبيعرفهم ان هو التلميذ الجديد وعايز يسجل اسمه في الطائفه هنا. بيقوم واحد من العواجيز دول معرف جانج انه يروح يلعب بعيد، وبيعرفوا كمان ان دي المستشفى القديمه ما بتقبلش تلاميذ. بس جانج بيقوم مطلع لهم مرسوم الدخول اللي شيا ادته، وبيعرفهم ان هو كده كده بقى من الطائفه خلاص. بيقوم واحد من العواجيز واخد المرسوم ده علشان يتاكد اذا كان حقيقي ولا لا، وهو مستغرب فعلا اذا كان جانج معاه مرسوم من شيا، وبيتاكدوا فعلا ان هو مرسوم حقيقي مش مزيف. بس بيجي هنا واحد تاني من العواجيز وبيقول لجانج ان هو اكيد اتهبل في مخه، لانه ليه بيفكر ينضم لمستشفى المعاقين. وده خلى جانج يتفاجئ وهو مش فاهم اي حاجه. بيكمل العجوز التاني كلامه وبيقول لجانج يروح يمشي بعيد لانه مش عارف مصلحته. بس الاعمى بيقوم قايل للعجوز ده انه يسكت شويه، والاعمى بيعرف العجوز انه ما كانش في تلاميذ للمستشفى من 50 سنه، وبيسالهم لو كانوا عايزين يعيشوا في المستشفى طول حياتهم دي لحد ما يموتوا ويدفنوا. وده خلى العجوز يفكر شويه في كلامه كده. المهم الاعمى بعد كده بيوجه كلامه لجانج وبيساله لو كان متاكد انه عايز ينضم للمستشفى القديم. بيقوم جانج ساله سؤال علشان يتاكد لو كانت المستشفى القديمه دي جزء من طائفه شيانا العظيم. المعلم الاعمى بيقوم معرف جانج ان هي تبقى جزء من الطائفه، وهو كمان المكان ده يعتبر بيت من البيوت الاربعه للطائفه. وهنا جانج بيعتقد ان هي طالما جزء من الطائفه يبقى لو انضم لهم يبقى انضم للطائفه، فعلشان كده بيعرفهم ان هو خلاص عايز ينضم لطائفته. بيقوم المعلم الاعمى معرف جانج ان هو كده يبقى اول تلميذ للمستشفى القديمه من 50 سنه، وان كل المقاتلين اللي هنا دول يبقوا المعلمين بتوعه. بيقوم جانج شاكرهم، بس اما بيكملش كلامه لان العجوز الاخضر ده بيقوم من مكانه وبيعرفهم ان هو خلص اكل. بيقوم برضه بقيه المعلمين قايمين بسرعه وبيعرفوا المعلم الاعمى ان هو يبقى اخر واحد لسه بياكل، فعلشان كده هو اللي هيغسل الصحون. وبنعرف بعد كده من المعلمين ان اسم المعلم الاعمى يبقى اسمه تيان، وده الاسم اللي هناديه بيه بعد كده. المهم هنا المعلم تيان كان متعصب جدا وبيعرفهم انهم كان لازم يبطلوا اكل وهو بيكلم جانج، علشان كده الموضوع مش عادل. وهنا جانج بيقطع كلامه ده وبيساله هيعمل ايه دلوقتي. بيقوم المعلم تيان ماشي وبيعرف جانج ان هو لازم يغسل الصحون، وده خلى جانج يستغرب من بدايتها كده غسل الصحون. يكمل المعلم تيان كلامه كمان وبيعرف جانج انه لازم ينظف الارضيه، وده خلى جانج يقول في نفسه ان اكيد في سر في المهمات اللي بيقول له عليها دي. اكيد المعلم بيقول له ينظف الارضيه ويغسل الصحون علشان في حكمه في الموضوع، واكيد هيكتسب قوه جباره من غسل الصحون وكنس الارضيه. والله يا عزيزي لو الدنيا ماشيه كده كان زماني محتل العالم دلوقتي. المهم هنا العجوز كان عمال يسال المعلم تيان لو كان متاكد انه عايز ياخد جانج كتلميذ، وبيساله هو هيعلم جانج ايه لان هم ما بيمتلكوش حاجه يعلموها ليه. يوم المعلم تيان معرفه ان هم هيعلموه تقنيات طائفه شيا القديمه، وان هو ممكن يتعلمها وفي شويه امل فيه حتى لو كان امل قليل، بس هو واثق في الطفل ده. بيقوم العجوز معرفه ان حاله المستشفى ديت صعبه جدا، ده غير كمان ان الطائفه بتراقبهم طول الوقت علشان الطائفه مش عايزاهم ياخدوا تلاميذ، لان اصلا الطائفه خايفه منهم لا يستخدموا تقنياتهم الشيطانيه. ده غير كمان ان في طائفه تانية واسمها الطائفه الشيطانيه بتراقب المقاتلين دول من فتره للتانيه علشان عايزه تسيطر عليهم وتكتشف تقنياتهم. يوم المعلم تيام معرفهم ان على اي حال هم لازم يورثوا تقنياتهم وخبرتهم في الحياه لحد بدل ما يفضلوا قاعدين في الطائفه كده لوحدهم لحد ما يموتوا، او على الاقل يلاقوا حد يدفن جثثهم ويترحم عليهم. وبنشوف بعد كده جانج اللي كان قاعد بيتدرب بعد شهر برضه كان لسه عمال بيتدرب وهو بيحاول يجمع الطاقه بتاعته، وده خلى العجوز يسال المعلم تيان هو ليه جانج ما اتحركش بقاله شهر. بيقوم العجوز ده معرفهم ان التلاميذ المتفوقين بيقدروا يجمعوا الطاقه في ربع ساعه، والتلاميذ العاديين بيقدروا يجمعوا الطاقه في 3 ايام، والتلاميذ الاسوأ في العالم بيقدروا يجمعوا الطاقه في 10 ايام. بس جانج بقاله شهر ولحد دلوقتي ما جمعش الطاقه بتاعته، فده معناه ان هو اسوأ من اسوأ التلاميذ في العالم كله.
والكلام ده كان اثر في المعلم تيان، وبيعرف بقيه المعلمين ان هو كده مضطر يطرد كانج. بيقوم المعلم ابو شعر احمر ده بيقول له انت مش كنت عايز تدي حد خبرتنا وتخليه يحفر لنا قبور ويدفن جثثنا؟ بيقوم المعلم تيان معرفه ان الطفل ده ما عندوش اي مهاره، ما عندوش اساس صقر، ما عندوش مهارات، ما عندوش خبره، ما عندوش تقنيات، ما عندوش اي نيله، وبالشكل ده هيموت قبل ما احنا نموت، يعني احنا اللي هندفنه مش هو اللي هيدفننا. وهنا جانج كان عمال بيسال نفسه هو ليه بقاله شهر عمال بيتدرب وقوته ما زادتش، لحد ما بيجي المعلم تيان وبيعرف جانج ان هو لازم يقوم دلوقتي. بيقوم جانج مستغرب كده وبيسال المعلم تيان لو كان حصل حاجه، بس المعلم تيان بيعرفه ان هو ما يقولوش يا معلم تاني، وده خلى جانج يستغرب وبيقول له ليه ما اقولكش يا معلم تاني. بيقوم المعلم تيان معرفه ان من النهارده من الاحسن يعتبره زي اخوه، وبيقول كمان لجانج ان هو يجي معاه علشان هو عايزه في موضوع مهم. بس قبل ما بيكمل كلامه بنلاقي الباب بتاع الطائفه انكسر مره واحده، وبيكون اللي كسر البوابه شويه من الناس المتعجرفين في طائفه شيان العظيم اللي هي الطائفه بتاعتهم اساسا، بس يعني دول شويه ناس متعجرفين متنمرين بيجوا يتنمروا عليهم من فتره للتانيه علشان هم معاقين. اللي بيقول واحد منهم ان هو جاي هنا علشان يتاكد العواجيز ماتوا ولا لسه. وهنا واحد من المعلمين بيقول ان ده يبقى اسمه تشاو من اداره تنفيذ القوانين في الطائفه. هنا تشاو كان معترض انهم عمالين بياكلوا في امان الله، وانهم بما انهم هيموتوا كده كده فمن الاحسن ان هم ما ياكلوش. الواد ده اكتشاف. بيقوم المعلم الاحمر بيقول لتشاو العيال انه يحترم نفسه علشان المستشفى دي بتاعتهم، وانهم كمان كانوا موجودين هنا في الطائفه من قبل ما هو حتى يتولد، فده معناه ان هم يبقى المعلمين بتوعه ولازم يحترمهم. بس تشاو بيقول لهم انتوا شويه عواجيز مالكوش اي لازمه، وكمان انتوا كلكم معاقين، وان فيكم الاعمى واللي عنده رجل واحده واللي عنده ايد واحده والرابع ملوش لازمه، وان كل اللي بتعملوه هو انكم انتوا بتحرجوا الطائفه عشان انتوا ضعاف جدا. بيقوم المعلم تيان مقاطع كلامه ومعرفه ان هو لو كان جاي علشان يهينهم فيتفضل يمشي وخلاص هانهم ووصلت الفكره. بيقوم تشاو معرفه بكل عجرفه كده ان هو لسه ما خلصش اللي بيعمله، وانه جاي علشان يستمتع ويتنمر عليهم شويه، وانه هيفضل يتنمر عليهم طالما ما فيش حد يردعه. وبيعرفهم دلوقتي ان هم لازم يركعوا له ويبوسوا رجليه والا هيحرق المستشفى دي كلها باللي فيها ويقتلهم كلهم. بيقوم المعلم تيان مزعله وبيعرفه ان هو ما ينفعش اللي بيعمله ده وعيب ما يصحش يا حبيبي. وهنا تشاو بيقوم معرفه ان هم فعلا بيحكموا الاقوياء فقط، ولو كان يقدر يهزم تشاو فيجي يهزمه ويوريه عرض كتافه. بس ما بيكملش كلامه وفجأة بياخد قلم على وشه، واللي بيكون اداه القلم ده هو جانج اللي بيعرف تشاو ان هو لازم يتكلم بأدب مع المعلمين بتوعه. وده خلى تشاو يتفاجئ من اللي حصل وبيقول لهم انت مين اصلا. حتى المعلمين يتفاجئوا من اللي عمله جانج. فهنا تشاو بيقوم سأل المعلمين مين الطفل ده اللي اتجرأ يضربه بالقلم. بيقول له جانج ان هو يبقى التلميذ الجديد في المستشفى القديمه. بيتفاجئ تشاو ان ده تلميذ جديد في المستشفى القديم، وبيقول للمعلمين انتوا ازاي شويه معاقين زيكم تاخدوا تلميذ جديد عندكم. وده خلى المعلمين يقولوا في نفسهم ان جانج كده ورطهم في مشكله كبيره، والغبي ده هيكون فعلا السبب في دفنهم. بس جانج بيكمل كلامه وبيقول له انت ازاي جالك الجرأه تكلم المعلمين الاربعه بتوعي بالشكل ده، وان المعلمين لو سامحوك فهم سامحوك من طيبتهم، بس انا مش هسامحك علشان انت هنتهم. وهنا المعلم تيان بيحاول يوقف جانج وبيقول له انه يسكت خالص ويخرج بسرعه، بس العيال تشاو كان اتعصب جدا وبيقول لهم ان مفيش حد هيخرج من هنا. وبيقوم معرف جانج انه يبص رجله حالا علشان يسامحه والا هيقتله. بس ما بيكملش كلامه ده لان جانج بيقوم مديه كف تاني على وشه، فبيتفاجئ مره تانيه وبيرجع يسال جانج جاب الجراءه دي كلها منين. بيعرف جانج بعد كده ان هو يخلص عليه وبيستخدم الضربه بتاعته اللي بيوجهها ناحيه جانج ده في اثناء ما كان المعلم تيان عمال بيزعق لتشاو وبيامره حالا انه يبطل اللي بيعمله ده. بس تشاو ما بيسمعش كلام وبيوجه الضربه ديت ناحيه جانج في بطنه. وهنا جانج انصدم من قوه الضربه دي لدرجه ان من قوتها بدا يبصق دم من بقه. في نهايه المطاف بيقع جانج على الارض جنب تيان. وهنا تشاو بيعرفهم ان ده مصير اي حد يفكر يقف قدامه. بيوم المعلم العجوز معرفه ان جانج يبقى مجرد طفل من غير طاقه ولا مهارات، وانت استخدمته قدامه الضربه القاتله ديت انت اكيد ما عندكش ضمير. بس تشاو بيعرفهم ان مفيش الكلام ده في الطائف، وطول ما هو اقوى منهم فما يقدروش يعملوا له حاجه. وبيقول لهم ان هو خد قلمين دلوقتي بسبب تلميذهم ولازما علشان يسامحهم يركعوا له على الارض ويبوسوا رجليه. وفي اثناء ما هو عمال بيقول لهم طلباته فجاه بيحس بألم شديد وبيبدا يصرخ باعلى صوت، وده لان جانج صحى من موته وعمال بيضغط على رجل تشاو. هو عمال بيقول لتشاو انه ما يهنش في المعلمين بتوعه. ده خلى المعلم تيان مصدوم ان جانج لسه ما ماتش. فبيقوم تشاو قايل لجانج وهو عمال بيعض في رجله كده ان هو هيقتله مره تانية. بيبدا هنا بقى يجهز في ضربته اللي هتخلص على جانج. وهنا المعلم تيان كان عمال بينده على جانج انه يهرب بسرعه قبل ما يخلص عليه، بس برضه ما بيلحقش يعمل له اي حاجه. وبياخد جانج الهجمه دي فعلا اللي كانت قويه جدا زي الهجمه اللي قبلها، بتخلي جانج يطلع دم من كل مكان. المهم هنا بقى تشاو بيقول ان اكيد جانج مات
مات المره دي. وده خلى المعلم تيان متعصب وبيقول لتشاو ان هو اتمادى في الحاجات اللي بيعملها وعمال بيقتل في تلميذهم وكانهم مش واقفين. يقوم المعلم التاني ردد عليهم وعرفوا ان هو عايز يقتل تيان دلوقتي بسبب اللي عمله ده. تشاو بيقطع كلامهم وبيعرفهم ان هم يستحقوا كل ده علشان ما كانش لازما اصلا ياخدوا تلميذ من غير ما يستشاروا الطائفه، وان اصلا ما فيش حد هيعاتبه ولا هيزعق له على اللي هو عمله ده، وان ده حان دورهم علشان يموتوا هم كمان. بس بيرجع تشاو يصوت بقى على صوته من الالم، وبيكون جانج ضرب تشاو في الحته اللي هي بلاش نتخيل الالم علشان بتوجع، وتقريبا كده تشاو ما عادش هيخلف تاني. وهنا طبعا المعلمين كانوا كلهم مصدومين من اللي هم شايفينه، لانهم ما كانوش متوقعين ان جانج يفضل عايش بعد الضربتين اللي خدهم دول. المهم جانج بيقول وهو ماسك اشياء تشاو السفليه ان هو مش هيسمح لتشاو يهين المعلمين بتوعه طول ما هو عايش على قيد الحياه. المهم تشاو بيقول لجانج وهو عمال بيعيط هو ازاي ما ماتش، وبيأمر جانج ان هو يسيبهم حالا والا قاعده الصقل بتاعه هتتدمر ومش هيعرف يخلف مره تانية. هنا طبعا جانج بيستغل الفرصه دي وبيأمر تشاو ان هو لو عايزه يسيبه فلازم يعتذر للمعلمين بتوعه الاربعه. فعلى طول تشاو بيعرفهم ان هو انسان وحش وما كانش لازم يدخل المستشفى دي من اساسه، وانه اسف على كل حاجه بس اهم حاجه دلوقتي يسيب اشياءه السفليه. وفي النهايه بيسيبوا جانج قبل ما يخليه ما يخلفش تاني ويضيع له مستقبل حياته. بس تشاو بيرجع تاني لوشه الاصلي وبيقول لجانج ان هو هيقطعه ويعمل منه شاورما، لكن المره دي وقبل ما الضربه دي تيجي فيه بيظهر المعلم تيان على اخر لحظه وبيقول له بس كده كفايه يا معلم، انت خلاص بقى قتلت الراجل مرتين، عايز تقتله اكتر من كده؟ وبيقوم المعلم تيان ضرب تشاو ضربه بتلزقه في الحيط. وهنا بيجي شويه الهفاءات اللي كانوا مع تشاو علشان يطمنوا عليه وبيتاكدوا ان هو لسه عايش ولا ميت. وهنا بيقول تشاو هو والاتباع بتوعه ان انتوا شويه عواجيز مالكوش اي لازمه، وبما انهم في اداره القانون بتاع الطائفه هيلغي كل الامتيازات بتاعتهم طول الشهر ده ومش هيقدم لهم اكل حتى. وبيمشي تشاو وهو عمال بيأمر في المتابعين بتاعه بصوت واطي انهم لازم يدوروا على دكتور بسرعه علشان يتاكدوا ان هو لسه هيخلف في المستقبل ولا لا. وبعد كده بيجتمع بقيه المعلمين مع المعلم تيان وهم عمالين بيقولوا له ان هو شكله كده لسه بيمتلك شويه من طاقته القديم لان دي اول مره يضرب فيها تشاو. بس هنا بيجي جانج وبيسال المعلم تيان هو ليه سمح لتشاو انه يخرج من غير ما يضربه، وقبل ما بيرد عليه المعلم تيان بيقطع العجوز تفكيره وبيقول ان هو هيقبل جانج كتلميذ. والمعلم التاني بيقول لهم ان جانج بالشكل ده هيفيدهم جدا في المستقبل علشان هيقدر يدور لهم على بيض، وانهم اكيد هيعلموه ازاي يطبخ شكشوكه. فطبعا بعد كل اللي حصل ده بيروح المعلم تيان وبيغير رايه علشان هو بيقوم معرف جانج انه خلاص قرر ان جانج يقدر يفضل هنا حتى لو جانج ما كانش يقدر يزود في قوته ويزيد في مهاراته. وده خلى جانج يفرح كده وهو عمال بيقول في نفسه ان موتاته دي ما راحتش على الفاضي. طبعا برجع افكركم ان جانج مش بيموت، جانج عمل بالظبط كده زي ديد بول، لو ما اتفتتتش كل ذرات جسمه فهو مش هيموت، وحتى لو راسه اتقطعت فهيرجع تاني وكانه سحليه. وبيعرفنا جانج كمان ان هو رغم انه ما بيموتش الا انه كل ما النظام يرجعه للحياه فبيحس هو بألم الضربه اللي موتته. وبعد اسبوعين بنلاقي جانج قاعد مع المعلمين عمالين بيتغدوا كالعاده وهو عمال بيقول في نفسه ان كل الحاجات اللي بيعملها في الفتره الاخيره ياكل يشرب ينام ويمسح المستشفى ويكنس يغسل الصحون. وفي نص ما هم عمالين بياكلوا كده بيسال المعلمين بتوعه، بس قبل ما بيكمل كلامه بيقطعوا المعلم تيان وبيعرفوا ان هم مش فاضيين. ده خلى جانج يتفاجئ من ردة فعل المعلم تيان فبيعتقد ان هو زعلان منه او حاجه. بيقوم المعلم سونج مقترح عليهم ان هم يدربوا جانج على الفنون القتاليه بتاعتهم القويه جدا، بس المعلم تيان بيتدخل وبيقول له اقفل بقه، وانت عايز تموت جانج ولا ايه؟ بيرد عليه المعلم سونج وبيعرف المعلم تيان ان هو مش عايز يقتله، هو بس عايزه يساعده في التدريب ويخليه اقوى بدل ما هو بيشوفه كل يوم بيتدرب لوحده. بس المعلم الرابع كان عنده راي ثالث وبيقول لهم ان هو اول واحد يخلص اكل فمش هيغسل الصحون. المهم الكلام ده خلى جانج يقول في نفسه ان المعلم سونج بيتردد ان هو يدربه علشان عارف ان جانج ضعيف، فعلشان كده بيقرر ان هو يروح يتكلم مع المعلم سونج وهو قاعد لوحده. فبيقول المعلم سونج وقبل ما جانج يتكلم انهم عايزين يدربوه بس مش عايزين يدربوه على القدرات بتاعتهم لانه ممكن يموت. وبيعرف جانج ان هم قالوا له على تقنيات التدريب بتاعه الطائفه، بس من الواضح كده ان تقنيات تدريب الطائفه مش جايبه اي هم مع جانج، ومن الواضح كده ان هي مش بتزيد قوه جانج حتى. بس جانج بيقطع تفكير المعلم سونج وبيعرفه ان هو مش جاي عشان يتكلم في التدريب، هو جاي علشان يسمع القصص ايام ما كانت المستشفى ديت قويه جدا والمقاتلين اللي كانوا فيها اقوياء. هنا المعلم سونج بيعرفه ان لو انت كنت جاي علشان تسمع القصه دي فالقصه دي طويله جدا. وبيبدا المعلم سونج بكلامه ان المستشفى ديت انقذت الطائفه كلها قبل ما تتدمر بالكامل. بيقوم جانج ساله ازاي الطائفه ديت كانت تتدمر وهي اساسا اقوى طائفه في العالم. بيعرف جانج ان الطائفه ديت كانت محاصره من 4 طوائف كبيره وقويه، والطائفه كانت على وشك تتدمر في اي لحظه، وان المستشفى القديمه ديت في اللحظه الحاسمه عكست موازين الحرب وقدرت ان هي تخلي طائفه شيان تنتصر. فهنا بيقول له جانج وهو متحمس ان فعلا كان متاكد انهم اقوياء. بيعرف جانج ان المعلم الثالث اللي هو ليه المعلم الثالث ده لوحده قتل اعداد لا حصر لها ولا تعد ولا تحصى بسبب الاشخاص اللي ماتوا تحت رجليه. بس جانج بيقول له ازاي
ازاي وهو ما عندوش غير رجل واحده. نعرف بعد كده ان المعلم الثالث ابو شعر احمر ده اللي هو اسمه ليه يعني كان لقبه صاحب الاقدام الامبراطوريه، وبالنسبه للمعلم التاني سونج كان لقبه زمان صاحب الاقدام الشيطانيه، وبالنسبه بقى للمعلم تيان فكان لقبه صاحب العيون الخارقه. وبنعرف بعد كده ان بسبب الحرب اللي حصلت في الطائفه اضطروا ان هم يستخدموا قوتهم لاقصى حد. بس بيقطع جنج تفكيره وبيساله هو ازاي خسر رجله والمعلم التاني خسر ايده والمعلم التالت خسر عينيه. بيقوم المعلم سونج معرفه ان بسبب التقنيات الشيطانيه اللي كان بيستخدموها ليها اثار جانبيه بسبب انهم استخدموها لاقصى قوه، وده سبب فقدان قوتهم دلوقتي. وبيعرف جنج ان هم علشان ينقذوا الطائفه ديت كان لازم يعملوا كده، والاثار الجانبيه ديت هي اللي دمرت حياتهم بالشكل ده. وده خلى جنج يساله السؤال اللي بيطرح نفسه، لما هم دلوقتي انقذوا الطائفه فهم يعتبروا ابطال، ليه الطائفه بتعاملهم وحش؟ بيعرفوا برضه المعلم سونج ان القصه ديت برضه طويل، لان التقنيات الشيطانيه بتاعتهم كانت محرمه من الاساس، والفن الشيطاني ده غير مسموح بيه بالطائفه. المهم جنج بعد ما سمع كل الكلام ده كده وسمع ان التقنيات محرمه بيقول للمعلم علمني التقنيات الشيطانيه بتاعته. ده خلى المعلم يتعصب ويقول له انت عبيط يا ابني، مش لسه قايل لك ان التقنيات دي محرمه وما ينفعش وهتدمر جسمك وهتنهي حياتك؟ ومش كده وبس، ده الفنون ديت هتخلي عمرك ينقص. وده خلى جنج بيقول في نفسه ان الفنون ديت مناسبه جدا بالنسبه له، لانه اساسا بياخد سنه كل ثانيه، فهو حرفيا في الدقيقه الواحده عمره بيزيد 60 ثانيه، واليوم الواحد بيكون فيه 860400 ثانيه. يعني جنج كل يوم بيزيد عمره 860400 سنه. المهم المعلم سونج بيقطع تفكيره وحسابات جنج وبيقول له ما تفكرش في الموضوع ده لان هو شخصيا معترض ومش هيعلمه الكلام ده. بس قبل ما المعلم سونج يمشي بينده عليه جنج وبيساله ان هما دلوقتي المعلم سونج فقد ايده، والمعلم تيان فقد عينيه، والمعلم ليه فقد رجله. طب المعلم الرابع فقد ايه؟ بيقوم المعلم سونج معرفه ان المعلم الرابع متخلف عقليا ومجنون فمالكش دعوه بيه. وده خلى جنج ينصدم وهو بيقول في نفسه يا ريته ما سال. وبعد كده بيقوم معرف المعلم سونج ان الفنون المحرمه الشيطانيه بالنسبه له احسن من الفنون بتاعه الطائفه. بس المعلم بيمشي وبيسيبه، فبيفضل يفكر وبيقول مع نفسه ان المعلم سونج والمعلم لي والمعلم تيان مش عايزين يعلموا الفنون الشيطانيه بتاعتهم، يبقى كده ما فضلش غير المعلم الرابع اللي بيقولوا عليه انه مجنون. المهم جانج بيفضل يبحث عن المعلم الرابع وفي النهايه بيلاقيه جنب النار عمال بيتامل، فبيروح يقرب من المعلم وهو عمال بيقول في نفسه ان تصرفات المعلم الرابع عاديه جدا ومش باين عليه ان هو مجنون. فبيروح يسال المعلم الرابع هو بيعمل ايه هنا جنب النار. بيعرفه المعلم الرابع ان هو اكتشف حاجه مهمه جدا. لما جانج بيساله هو ايه الحاجه المهمه اللي اكتشفها، المعلم الرابع بيقول له ان السر الخطير اللي اكتشفه اللي هيدمر البشريه هو ان الدقيقه الواحده موجود جواها 60 ثانيه. اوه ماي جاد، واو. هنا جانج بيعرف ليه المعلم الرابع مجنون وبيتاكد من المعلم سونج انه فعلا مجنون. بس المعلم الرابع بيقطع تفكير جانج وبيقول له انت طالما انت جيت هنا فانت اكيد عايز حاجه مني. وهنا جانج بيقول في نفسه غريبه المعلم الرابع عارف ازاي اللي انا بفكر فيه. بيقوم المعلم الرابع مقطع تفكيره مره تانية وبيعرفه انت طالما سكت يبقى كلامي صح. وده خلى جانج يقول في نفسه دلوقتي هو مجنون ولا مش مجنون. ففي نهايه الموضوع يعني بيروح جانج كده وبيطلب منه انه يعلمه التقنيات الشيطانيه السريه بتاعته. بيقوم المعلم الرابع قايل له ان هو عايزه يقيمه. بيتفاجئ جانج من السؤال ده وبيقول للمعلم الرابع ان هو حكيم وجميل وذكي ومحترم. فبيقرر المعلم الرابع يسيبه ويمشي لانه بيعرف جانج ان هو من الواضح كده جاي هنا علشان يطبل. بس جانج بيلحقه بسرعه قبل ما يغادر المكان، وبالفعل بيكمل جانج تطبيل للمعلم الرابع ويعرفه ان هو حكيم جدا وبيتمنى انه يكون تلميذ وعايز يتعلم منه شويه حاجات، علشان كده بيطلب منه ان هو يكون تلميذ. وهنا المعلم الرابع بيقتنع بكلام جانج وبيقول له انت شكلك طفل فهمان، يعني انت من النهارده تلميذي. فهنا جانج بيتاكد ان التطبيل يخلي المجانين يحبوه، ان كل اللي المفروض يعمله دلوقتي هيحاول يخدع المعلم الرابع علشان يديله التقنيات الشيطانيه بتاعتهم.